نصب عليا في 1000 يورو. انا ازاي نصب عليك في 1000 يورو؟ انا مين ده؟ فضلت شغال معاه واحد مصري، بلاش ذكر اسماء، نصب عليا في 1000 يورو. فضلت شغال معاه واديك كان مديني مصاريف 50 يورو ب 100 يورو، والاخر كلمته على الفلوس، قال لي انا نزلت مصر واللي عندك اعمله وانا مش هديك فلوس. نصب عليا في 1000 يورو. انا اشتغلت معاه لمده شهر، ما عرفتش توصل له؟ ما عرفتش اوصل له. انا قلت حسبي الله ونعم الوكيل فيه وخلاص بقى. ما نعمل رحتش إيه؟ لمحامي؟ انا رحت لمحامي انه انا اعمل له مثلا قضيه ولا الكلام دي. المحامي قال لي طب ما هو مش مسجلك، مش هينفع ان انت تعمل له اي حاجه خالص، ما معكش كونتراته ولا معاك اي حاجه ان انت مثلا تعمل له قضيه ولا تعمل له دنوتش ولا تعمل له اي حاجه. انت قلت لي بالك قد ايه ما خدتش ورق؟ انا بقالي 3 سنين هنا في البلد، ودخلت مدرسه في سيشيليا، قعدت سنه ونص في المدرسه ومعايا شهاده من المدرسه، بس ما خدتش ورق. ان انا قعدت في المدرسه سنه ونص وجو في الاخر قالوا لي انت هتاخد اللي هو ريكستر ازيلو. ليه انت كنت مش جاي صغير؟ انا جاي صغير وقعدت سنه ونص في المدرسه ودرست ومعايا اللغه ومعايا شهاده من المدرسه، بس جت المديره بتاعتي قالت لي هتاخد لجوء سياسي يا هتاخد لجوء اللي هو العادي اللي هو النورمالي اللي احنا بناخده هنا اللي هو برميسو الاصفر. طبعا ما كانش معايا حل، خلاص تمت ال 18، ما ينفعش ان انا مثلا اقول لها مش هاخد حاجه واروح مدرسه تاني. تمت ال 18 ما عنديش فرصه، لازم ان انا اخده واطلع ان انا اشوف محامي او اي حد يجدد لي ورقي. طلعت ما عرفتش ان انا اجدد ورقي، ما كنتش عارف حاجه في البلد ومحدش وقف معايا. ليه ما سالتش مصريين حد تعرفه؟ ما حدش بينصحني. انا هنا الناس كتير اعرفها بس ما حدش نصحني على حاجه. انت ما حدش بينصح حد في البلد هنا. انت هنا ما حدش بينصح حد.